السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي دكاكين الوراقين، والتي نواصل فيها تصفح كتاب التاريخ السياسي لإمارة عربستان العربية من العام 1897 إلى العام 1925 لمؤلفه مصطفى عبد القادر النجار. الكتاب صدر في القاهرة عام 1971. أما رسالته وقيمته فهي أنه يذكرنا بوجود إمارة الأحواز العربية التي تحتلها إيران منذ العام 1925. يسجل لنا الرحالة الدنماركي كريستين نيبور ملاحظات قيمة عن الفروق الحضارية بين عربستان وفارس، فيذكر أن عربستان مستقلة عن بلاد فارس، وأن لأهلها لسان العرب وعاداتهم، وهم يتعشقون الحرية إلى درجة قصوى، شأن إخوانهم في البادية. أما مساكنهم فمتواضعة إلى درجة أن العدو لا يكترث لهدمها، وكانوا على يقين من أن الفرس لا يمكن أن يفكروا في الاستقرار على الساحل المجدب والتعرض لغزوات العرب الذين يقضون حياتهم في البحار، على العكس من الفرس الذين يقيمون في أجزائها النائية والذين يتعاطون الفلاحة والزراعة. مؤخرا وفي 15 من يناير كانون ثاني من العام الجاري 2010 انطلقت من القاهرة منظمة أطلقت على نفسها اسم المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز، والمؤكد أن مكان وزمان الإعلان عن ميلاد المنظمة يحمل دلالة كبيرة ترتبط بالقمة العربية التي انعقدت في القاهرة قبل 46 عاما، وبالتحديد بين 3 إلى 17 من يناير كانون ثاني عام 1964، وهي القمة العربية التي أطلقت النداء بضرورة تفعيل ودعم ملف المقاومة الوطنية العربية الاستقلالية التحررية للتخلص من ربقة الاحتلال الإيراني لإقليم الأحواز، الإقليم العربي القلب واليد والوجه واللسان، حسبما ورد في نداء القمة العربية مقتبسا من شعر المتنبي. أما النداء فهو مجمد منذ إطلاقه وإلى اليوم بفعل عوامل السياسة وخياراتها التي لا يمكن الادعاء بأن كلها صحيح، والتي وضعتنا أخطاؤها في العديد من المآزق على مختلف أصعدة المواجهات الحضارية الأساسية والمصيرية لأمة الإسلام، والتي تمثل إمارة الأحواز إحدى نقاطها المهمة والساخنة، فهي أرض عربية محتلة برغم كل مزاعم إيران بشأن ما تدعي أنه حق تاريخي لها في الأحواز، والذي تستدل عليه بأن حكام فارس احتلوا الإمارة لفترة من الزمن، وهو استدلال واهن. أولا لأن وجود الفرس في هذه الإمارة قديما لم يكن أكثر من احتلال، لا يختلف في شيء عن الاحتلال القائم حاليا، والاحتلال جريمة لا تؤسس حقا ولا يجوز لمرتكبها أن يدعي لنفسه تملكا بناء عليها. ثم إن اليونان والرومان والعرب حكموا بلاد فارس 13 قرنا، فهل نؤسس لهم حقا فيها؟ والعرب تحديدا حكموا بلاد الفرس زمنا طويلا، وما زالت الفارسية حتى اليوم تكتب بالحروف العربية، ولم يكن حكم دول الإسلام المتعاقبة ذات العواصم العربية لبلاد فارس احتلالا، بل كان حكما مرضيا من الفرس ومبايعا له منهم، ومع ذلك لم يدعي العرب لأنفسهم حقا تاريخيا في بلاد الفرس، ولو أرادوا لفعلوا، بل إن حجتهم في هذا أقوى من حجة الفرس الواهية بشأن ما يدعون من حق تاريخي في الأحواز. تضافرت عدة عوامل للإطاحة بالحكم العربي وإزالته، وأشد هذه العوامل قوة ظهور رضا خان على المسرح، ذلك القائد ذو النزعة القومية المتطرفة الذي كان ينوي ضم كل جزء وطئته الجيوش الفارسية إلى بلاده، فراحت عربستان لقمة سائغة لأفكاره هذه.
والواقع أنه كان يحمل نوايا عدوانية، إذ يمثل تيار قوميته المعادية للقومية العربية. لذا نلاحظ أنه عمل ما بوسعه لإزالة كل أثر عربي في المنطقة، وفصم كل الروابط التي تربط عربستان بالوطن العربي، فأمر بإبدال اسم المحمرة إلى خرمشهر وعربستان إلى خوزستان، كما أبدل أسماء بعض المدن العربية بأخرى فارسية، وحارب اللغة العربية ونقل بعض القبائل العربية إلى شمال فارس. ما زلنا معكم وكتاب التاريخ السياسي لإمارة عربستان العربية من العام 1897 إلى العام 1925 لمؤلفه مصطفى عبد القادر النجار. وفي الفقرة السابقة يتحدث المؤلف عن ملامح العداء الفارسي للغة العربية التي تتشابه إلى درجة التطابق مع ملامح العداء الصليبي للغة العربية في الأندلس السليبة، على نحو عبر عنه أحد المؤرخين قائلا إن تغيير الأسماء في الأحواز وفرض أسماء جديدة قد اتخذ مسارات مثيرة للدهشة، فكل المدن والأنهار والمحافظات غيرت أسماؤها وفرضت عليها أسماء فارسية، بل إن مصالح تحقيق الشخصية في عربستان وزع عليها كتيب يتضمن أسماء بذاتها لا يجوز أن يتسمى بها المواليد، أسماء مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة إلى آخره. ولنلاحظ أنها أسماء نفر من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لا يطلقها الشيعة على أبنائهم، والنتيجة أن شعب عربستان يمنح مواليده اسمين، اسما رسميا واسما يختارونه بأنفسهم معاكسا للحظر الرسمي. وهنا أتوقف معكم لتسجيل الملحوظة التي أحسبها النقطة الفارقة والكاشفة لحقيقة الأمر. لا بالنسبة لاحتلال الأحواز فاحتلالها واضح الدوافع والقسمات، بل هي نقطة كاشفة للطريق نحو استقلال هذه الدولة، وهو طريق ينطلق من انتمائها الإسلامي، طريق قطعت فيه الأحواز خطوة مهمة حين استعصم شعبها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة الفارسية التي تتخذ من التشيع قناعا وذريعة على نحو تفضحه وتدينه إجراءات وخطوات اتخذت لاحتلال الأحواز. وسنكتفي هنا بالتأكيد على نقطتين لعل فيهما الكفاية. الأولى قيام الاحتلال الفارسي بإصدار كتيب يمنع إطلاق أسماء مثل عثمان وعائشة وأبو بكر، وهي الأسماء نفسها التي لا يستخدمها الشيعة ويستخدمها أهل السنة. ولو كان أهل الأحواز شيعة كما تزعم سلطات الاحتلال لما كان هناك أي داع لإصدار مثل هذا الكتيب، بما أنهم كانوا سيلتزمون بما جاء فيه من تلقاء أنفسهم. والنقطة الثانية هي أن سلطات الاحتلال، سلطات الجمهورية الإيرانية التي تصف نفسها بالإسلامية، شنت حربا ضارية ضد اللغة العربية، ضد لغة القرآن التي يعتز بها كل مسلم، وهو تناقض يضع صفة الإسلامية في اسم الجمهورية الإيرانية موضع التساؤل. ذلك أن الحرب على العربية لم تتوقف عند حدود تغيير أسماء المدن والأنهار، لكن الاحتلال حارب تعليم اللغة العربية في الأحواز على نحو ألجأ الأحوازيين إلى أن يتعلموا العربية في السر وإلى أن يتكلموا بها كذلك في السر، مكررين بذلك تجربة إخوانهم مسلمي الأندلس الذين أطلق عليهم الصليبيون بعد سقوطها اسم الموريسكيين وحرموهم من اللغة العربية، متبعين الإجراءات نفسها التي يتبعها الاحتلال الفارسي الآن. وبين ما ارتكبه الصليبيون وما ارتكبه الفرس بديهي أن تتخذ المقاومة الوسائل نفسها، بديهي أن يزداد التمسك بالقرآن وبلغة القرآن، بديهي أن يزداد الاعتزاز بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم وبأسمائهم، وأن يعتبر الأحوازيون
وغير الأحوازيين بما ارتكبته سلطات الاحتلال الإيراني من ممارسات دموية حيث حلت. وفي الأحواز خصوصا ارتكب الاحتلال العديد من الجرائم، منها الإعدامات الجماعية والحرق والتدمير. أبطال الأحواز الذين دفعوا حياتهم فداء حريتهم يشهدون بهذا، ونخيل الأحواز الذي التهمته نيران الحقد يشهد، والمياه التي تعمد الاحتلال أن يغورها في مناطق وأن يحولها إلى سيول في مناطق أخرى شاهد آخر. أما مصير الأمير خزعل الكعبي آخر أمراء الأحواز المستقلة فيقف شاهدا فريدا على كذب كل ادعاءات الاحتلال حتى تلك الادعاءات المذهبية. ولتفصيل هذا أستأذنكم في لقاء آخر وأخير حول الكتاب نفسه، كتاب التاريخ السياسي لإمارة عربستان العربية، فإلى الأسبوع المقبل وقبل هذا الموعد بربع الساعة إن شاء الله مع صفحات أخرى في دكاكين الوراقين.